السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا طريقة عمل السمك السنجاري. يلا بينا يا حبايبي نخش نشوف الحاجات دي اتعملت ازاي. متنسونيش في اللايك قبل ما تتفرجوا على الحلقة يا حبايبي. يلا بينا نصلي من الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده سمك تونة ماكريل. هنعمله بطريقة حلوة النهاردة. هنفتحه سنجاري بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفين. انا فتحت واحدة من ورا الكاميرا وهروح افتح واحدة معاكم تاني وهكمله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين؟ بصوا منظره. ايوه هنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين السمكية اهي. هنيجي من عند الراس كده ونبدأ بسم الله. هنفتحها كده. انا بوريكم ازاي نفتح السمكية سنجاري كده اهو، ونبدأ نفتح فيها بالراحة كده اهوت بالمنظر ده. شايفين بدأت فتحت معانا بكل سلاسة ازاي وسهولة. ونجيب الراس كده للآخر علشان خاطر ايه تفتح معانا بقية السمكية اهو بالمنظر ده. ونبدأ ننضف السمكية بتاعتنا عادي خالص كده اهو، ونبدأ نشطفها ونغسلها زي ما انتم شايفين. المنظر بتاعها ده سهلة خالص فتحة السنجاري. وهنا هنروح نغسلها على الحنفية بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، وننقعها بقى بملح وليمون يعني نضفوا السمكة بتاعتكم بقى. الحشوة بتاعتنا حبايبي اللي هنجهزها للسمك السنجاري هي جزر وطماطم وفلفل الوان وفلفل اخضر. هروح اقطع الخضار دوت وارجع اوريكم الخطوة التانية هنعمل ايه. وطبعا مجهزين هنا الليمون طبعا معاكم اهو. لازم الليمون شرايح ليمون بتتحط في السمكية. انا هنا يا حبايب قلبي قطعت الخضار بتاعي كله اهوت زي ما انتم شايفين كده. الجزر، الفلفل الالوان الاصفر الاخضر الحار، الليمون شرايح، الطماطم. جهزت بصله جوليان وقطعت توم برضو كده شرايح زي ما انتم شايفين. اظن كده الصوره وضحت. شايفين المنظر. جهزت الحاجه اهو واروح على السمك بتاعي اهوت. انا نقعته بميه بملح بليمون وصفيته زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. بسم الله ما شاء الله. شايفين قلب السمكيه عامله ازاي. عايزين تنشفوه كده بالمناديل زي ما انا هعمل دلوقتي. ماشي. هنمسك كده قلب السمكيه ننشفها كويس بالمناديل، وهنحضر ورق قصدير او ورق حراري عشان نلف فيه السنجاري بتاعنا. وهنبدأ نعمل كده ايه ندلك السمكة بالتوابل بتاعتنا ملح خل ليمون. هنرش معاكم وشوفوا انا هعمل ايه. بصوا يا حبايبي شكل السمكة بتاعتي بعد ما لفيتها في الورق الحراري وحطيت لها التوابل. انا دي جهزتها من ورا الكاميرا واروح اعمل معاكم واحدة. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. اهو يا حبايبي انا جهزت ورق قصدير زي ما انتم شايفين كده. وهنسمي بسم الله نحط السمكيه بتاعتنا وهنبدا كده ايه نملحها. كمون، توم باودر، كزبره، الملح بتاعنا، شطه زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. وهنبدا كده ايه ننزل بالبصل شرايح كده. البصل طبعا من تحت علشان خاطر ياخد وقت في السوا. فصين توم شرايح كده. وهنبدأ برضو نرص تاني فلفل بتاعنا اخضر والاصفر زي ما انتم شايفين المنظر. ننزل كده بطبقة من الجزر. طبعا ما ننساش عصرة الليمون عشان السمكة بتاعتي تشرب من الليمون كويس. ادي بقى خضار زي ما انت عايزة. سنة خضرة كده. خلي الطماطم اخر حاجة كده من فوق عشان خاطر ايه بتاخد يعني متاخدش وقت في السوا. هننزل تاني كده بشرايح من الليمون. قرنين فلفل حار حسب الرغبة برضك. بصي التزيين ده بتاعك انت. ننزلي تاني بجزء من التوابل شطة ملح كزبرة كمون.
بصل بودر او توم بودر حسب ما انت عندك. عايزه برضو ترش تاني شريحتين بصل كده. تبدأي تلفي الورقه بتاعتك كده زي ما انت شايفه كده بالمنظر دوت على رسمه الايه السمكيه. هنبدأ كده اهو بالمنظر ده، ونرصها على صاجة وندخلهم الفرن كده يا حبايب قلبي. وبكده يا حبايب قلبي يبقى انا خلصت كده السمك بتاع السنجاري. انا كان الورق الحراري بتاعي خلص، رصيتهم هنا على صاج المتبقي وحطيته جنبه برضو زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. شكله جميل جدا ما شاء الله. وهنروح ندخله على فرن درجة حرارته 180 اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين هو داخل الفرن اهو. هياخد معانا نص ساعة ان شاء الله، بعد كده نولع عليه شواية اهو يا حبايبي. شايفين شكله كده؟ اقدر اطفي عليه من تحت وابدأ اولع عليه الشواية عشان ياخد وش معانا. وبكده يا حبايب قلبي يبقى شكل السمك السنجاري بتاعي معايا اهوت. وانا قدمت هنا معاه رز ابيض. شايفين المنظر جميل ازاي؟ شايفين المنظر رائع ازاي؟ ممكن هنا بقى مثلا تزينوا باي حاجه، هنا تحطوا فلفل طماطم اي حاجه. تقدروا كده تزينوا الطبق بتاعكم كده باي حاجه من الخضروات زي ما انتم شايفين كده المنظر. يا ريت يا حبايبي ان كنتوا وصلتوا لحد هنا متنسونيش في شير ولايك والاشتراك وسبسكرايب لاول مره من مطبخ ريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.